فيديو جديد وقصة جديدة مع حياة. القصة ديال اليوم يا بنات شاخدة. ايوا راني شفتكم كتنساو تعطيو اللايكات للفيديو، ديروا اللايك وتابوناو باش يوصلكم ديما الجديد، وكذلك باش تدعمونا وتطلع القناة بفضل الله وبفضلكم. يلا حبيبتي جيبي شي كويس ديال اتاي ولا قهوة وطلقي لي دوك الودينات اراكم الفراجة. صاحبة القصة كتقول: انا سميتي حنان، انا واحد البنت اللي تزاديت وكبرت في العروبيه. انا ماشي بنت المدينه، بنت العروبيه وافتخر والحمد لله. كنت عايشه حياه عاديه بسيطه بحال اي بنت في العروبيه، ولكن كنت كنقرا البنات. ما عمرني سمحت في قرايتي. الام ديالي الله يرحمها كانت ما مخلياني مخصوصه من حتى حاجه، وكتقول لي: انت ابنتي غير قراي، انت ما ديري والو غير قراي. بغيتك تخرجي شي طبيبه او مهندسه، المهم ما تسمحيش في قرايتك. فعلا داكشي اللي درت البنات، كنت كنقرا وكنجي من الاوائل وكنت مزيانه وما ناقصني حتى شي خير. حتى لواحد النهار كنت بالضبط كنقرا في السيزيام، ديك الوقيته الام ديالي توفات. ما عمرها مرضات ولا تشكات من شي مرض، ماتت موته ديال الله. صافي توفات لي الام ديالي، وما نكذبش عليكم صافي ما بقيتش باغيه نقرا، ما بقيتش باغيه ندير حتى حاجه في حياتي. خصوصا كانت عندي العام المقبل البكالوريا، يعني ما عنديش كيفاش ندير. داك الحزن ديالي غلبني بزاف. دوزت الصيف مع الوالد وخوتي، وفاش قرب الدخول المدرسي جات مرات عمي والعم ديالي، قالت لي: والو تجي تقراي وتسكني عندي في المدينه، ما تبقايش جالسه هنايا، حيت شافت النفسيه ديالي مأزمه. الوالد ديالي وافق، حيت انا اصلا ما كانش عندي اختي بنت، كان عندي 6 ديال الخوت ولاد عزاره، اللي مجوج في دارو واللي مازال راه مازال. صافي مشيت مع عمي اللي كان ساكن في المدينه. كانت ديك مرات عمي الله يعمرها دار، انسانه اللي زوينه، وما غاديش نقول لكم عمرت الفراغ ديال الوالده، ولكن كانت معايا فوق مزيان. كانت كتهلا فيا، المهم كانت في كل شيء مزيانه. مشيت سجلت في الباك حداهم وقريت. واخا ما نكذبش عليكم الموت ديال الام ديالي كسرني بزاف. قريت الباك ونجحت، ولكن ما خديتهاش بشي معدل اللي زوين، معدل اللي عادي جدا اللي هو 11. بما انني جبت معدل اللي عادي، كان خاصني ندخل لافاك ولا نرجع للعروبيه. وهنا راه كان الاب ديالي تزوج، راكم عارفين الرجال ما كيصبروش، تزوج ديك الساعات وخدا مرا اخرى. وانتم عارفين مرات الاب الاغلبيه ديالهم ما كيبغيوش اولاد الزوج، وكيفاش كتكون المعامله ديالها. صافي ديك الساعات خديت واحد القرار انني نوض نخدم، ومنين نخدم نمشي نكري بوحدي. واخا الباك ما غاديش نخدم به شي خدمه، ولكن المهم غادي نديباني راسي. واحد صاحبتي كنت كنعرفها من ايام الباك، وكنت كنمشي عندها مره لدارهم. واحد النهار وانا نقول لها راني بغيت نخدم وما بغيتش نكمل، وهي تقول لي: لا ديري لافاك ونقراو بجوج ونخدموا بجوج وكل شيء. وفعلا مشيت سجلنا في لافاك. وراكم عارفين لافاك ما فيهاش الحضور اجباري، كتسجلي وكتبداي تمشي دوزي الامتحانات. فعلا تسجلت في لافاك وخدمت في نفس الوقت على ما نوقف على رجلي. صاحبتي عطات السيفي ديالي للاب ديالها ودفع لي عند واحد المهندس، وفعلا مشيت دوزت عنده شهرين ديال ستاج وقبلني نخدم عنده. كان الصراحه راجل مزيان ومهلي فيا، كيعاملني بحال بنته. كان راجل كبير في العمر، كان كيعاملني بحال بنته، وكان كيعطيني السوارت ديال البيرو، كنحل البيرو لراسي ونشد، وكنت كنمشي ندوز. كانت عندي السنه الاولى في لافاك، في الوقيته ديال الامتحانات كنت كنمشي ندوز، وفي الوقيته العاديه راني كنبقى في البيرو، لانه هو كان عارفني يتيمه وما عنديش. وهنايا البنات الاب ديالي عمرو سول فيا، وعمره ما عرفني واش مخصوصه، واش واكله، واش شاربه، واش لابسه. وهذيك مرات عمي مسكينه، وعمي ما مخليني محتاجه حتى حاجه. كانوا صراحه ناس مزيانين، كانوا حتى هما عندهم بناتهم وولادهم، ولكن كانوا مزوجين، يعني كانت غير هي وعمي في الدار، كيحسبوني انا بحال بنتهم. المهم بقيت خدامه لمده عام. وواحد النهار كنت مشيت لواحد الاداره ندفع فيها شي دوسي د الخدمه، وكانوا ناس تما كيدفعوا ديك الشيء. وتما تعرفت على زوجي قرة عيني في داك الاداره، هو مهندس دولة، كان حتى هو جاي يدفع شي دوسي. المهم تبادلنا النظرات، كان إعجاب متبادل، وما توقعتش أنه يشوف فيا أنا بنت العربية ونعجبو. حتى أنا كنت زوينة وبيضة والعينين خضر والشعر الزعر، وخا ما كنتش طويلة بزاف. من هادشي كامل كان طولي متوسط، ولكن لاطاي ديالي زوينه. كنت مغليه في راسي بزاف، لان راكم عارفين خدامه وفلوسي كنخسرها غير على راسي. المهم دفعت الدوسي وقالوا لي حتى العشيه عاد نرجعوا ناخذوا الدوسي ديالنا. صافي مشيت، خرجت انا على برا، لقيت هذاك السيد اللي كان كيشوف فيا، اللي هو دابا الزوج ديالي، جالس على برا كيتسناني في الطوموبيل ديالو. منين انا خرجت هو جا لعندي بغى يهضر معايا، وانا نقول له: الله يجازيك بالخير، انا ماشي ديال التفليه وما غادي نعطيك لا نمره لا والو. هو يقول لي: لا ما تفهمينيش غلط. المهم راكم عارفين ديك الهضره ديال الرجال.
قلت له لا سمح لي ما غاديش نقدر نعطيك النمره ديالي. صافي تقبل الامر ومشى بالادب، هو مشى بحاله وانا مشيت بحالي. الغد لي رجعت باش ناخذ الدوسي ديالي خديته صافي مشيت بحالي. والله غد لي عاوتاني مشيت لخدمتي، خدمت كيف العاده. داز تقريبا واحد الاسبوع ما كاملش، واحد النهار هو يجي عندنا للبيرو، هذاك المهندس هو اصلا كيعرف المهندس اللي انا خدامه معاه. وباش عرفني تما من الدوسيه اللي دفعت كانت مكتوبه من على برا السميه ديال المهندس اللي انا خدامه معاه. المهم جا عندنا البيرو، دخل عند الجيرون ديالي، دخل شاف معاه ريقل معاه شي وراق وديك الشيء، وجا هضر معايا. بطبيعه الحال انا عقلت عليه، حيت عاد كنت تلاقيت به ما كاملاش حتى اسبوع. ما قال لي لا عطاني النمره لا والو، هضر معايا غير لاباس كي درتي مع الخدمه وصافي مشى بحالو. ايوا بقى السيد كيجي عندنا دائما، ماشي كل نهار ولكن على راس 3 ايام او 4 ايام. المهم دا الشهر هو كيجي حتى صافي ولفناه. وديك الساعات بديت كنعرف انه انسان محترم وانسان مزيان، وديما دوك النظرات ديال الاعجاب كيكونوا في عينيه. حتى لواحد النهار جا لعندي وقال لي شوف حنان، انا بصراحه كتعجبيني وباغي نكون معاك وما تفهميهاش غلط، نتعرفوا واحد شويه وديك الساعات نتقدم لداركم. دابا ما يمكن ليناش نتزوجوا وانا ما كنعرف عليك والو وانت كذلك. جيت انا قلت له شوف الله يجازيك بخير، انت تبارك الله مهندس قدك قداش، وانا راه واحد الانسانه اللي بسيطه جدا، وانا راه والديا من العربيه وانا مزيوده تما ماشي بنت انا. يعني لا داعي باش ندخلوا انا وياك في هاد الصراعات، راه في الاخير ما غادي تكون ليا ما غادي نكون ليك، حيت فرق شاسع بيني وبين. وهو يدور فيا ويقول لي علاش كتقولي هاد الهضره، حنا كنا عرب، ما كاينش فرق ما بين العروبي ولا المديني ولا شي حاجه بحال هكا، راه ما كاينش فرق نهائيا ابدا. انا عجبتيني انت، عجبتني شخصيتك، ماشي شي حاجه اخرى فيك. انا بغيتك كيف ما انت، عطينا فرصه، عطي لهاد العلاقه فرصه، وان شاء الله ما يكون غير الخير. صراحه ما نكذبش عليكم البنات، قنعني. واش كاينه شي بنت اللي غادي ترفض شي راجل بحال هكا؟ والا الا كانت حمقى. المهم قنعني وتبادلنا الارقام ديال الهواتف، صافي بقينا اون كونتاكت كنهضروا غير في التليفون. تقريبا شي 15 يوم او 20 يوم حنا كنهضروا غير في التليفون. من بعد خرجت لقيت بيه، مشينا جلسنا في كافي بقينا كنهضروا وتعرفنا على بعضياتنا مزيان. صافي كل واحد مشى بحاله. عاوتاني تلاقينا المره الثانيه وبقينا نهضروا لمده شهرين في التليفون. وتلاقينا يعني 2 مرات فقط، وخا كان قريب ليا في نفس المدينه ما كنتش كنتلاقى بيه بزاف. حتى لواحد النهار هو يقول لي قولي ها لداركم راني باغي نجي نخطب. صافي عرفني وعرفتو وعرف عقلي وعرفت عقلو، وراه عرفني ساكنه مع دار عمي. جاب والديه وتقدم لعند عمي هو الاول، وعيطنا على الاب ديالي وخوتي وكل شي جا. المهم داروا داكشي اللي كيدار وفوق كاع الجهد. عائلتي كانوا فرحانين بيا بزاف لان المستوى ديالهم كان ماشي هو المستوى ديالنا. والديه عجبوني، واخا انا شفت في عينيهم داك اللمسه انهم ما باغينيش انا، باغي له شي وحده اللي حتى هي مهندسه ولا طبيبه، شي وحده المهم في المستوى ديالو ماشي بحالي انا. ولكن شكلا كنت كنعجبهم بزاف، لانني كيف قلت لكم كنت زوينه ومثيره، ما يمكنش شي حد يشوفني وما نعجبوش. المهم ما درناش العرس كبير، حيت انا طلبت منه نديرو هكا شي عشيه خفيفه ما بين العائلات وديك الشيء. وفي ظرف شهر كنت صافي ضاربه صداق ومشيت لداري وكل شيء، لان السيد كان واجد ماديا لا داعي اننا نطولو. صافي الشرط الوحيد اللي شرط عليا هو انني نجلس من الخدمه. قال لك لالا مراتي ما نبغيهاش تخدم، انا قاد بيك ماديا، داكشي اللي غادي تشدي انا نعطيه لك، ولا داعي انك تخدمي. وانا الصراحه ما كانش عندي مشكل، لان خدمتي ما كانتش شي خدمه ولا شي صالير اللي زعما مزيان. صافي وقفت الخدمه وتزوجت به. المهم هو كان معايا مزيان صراحه، ما كانش فيه شي حاجه اللي خايبه. هو كان معايا ولد الناس، وبالنسبه للكرم كان سخي وسخي بزاف. كيعطيني الفلوس ليدي، طلق لي كل شيء في يدي، انا نصرف انا نجيب انا نوفر واللي بغيت. ولكن كان فيه واحد الديفو، ما عرفتش واش ديفو ولا طبيعه فيه. كان ما كيقدرش المراه، مثلا ما كيخرجش معاك، كيخرج ولكن ماشي دائما، وماشي من النوع اللي يعطيك الحنان ويقول لك يلا نخرجوا انا وياك نتغداو في هذه البلاصه، ولا يخرج معايا مثلا نتغداو في شي سوبر مارشي. كنت كنمشي انا نتغدى بوحدي البنات بوحدي. الفلوس كاينه ولكن ديك السعاده ما كايناش، كانت غير في ديك الشهرين او 3 شهور الاولى. ولكن من بعد فاش دخلنا المعمعه ديال الزواج راه ما بقاش هادشي البنات، راه مني انا كلشي، مني الراجل ومني المراه. صافي حملت اول حمل وولدت وليد، ودرت اسبوع زوين، حيت انا كيف قلت لكم ما درتش العرس. ايوا بديت في داك الاسبوع، كان اسبوع اسطوري. ايوا نسيت ما قلتش لكم واحد الحاجه،
هذاك با اللي ما كانش كيجي عندي، اللي فاش كنت عند عمي وما كانش كيشري لي حتى صندالة د ميكا، رجع كيجي لعندي كل نهار. كدوز يومين 3 ايام كيجي لعندي، وديما يتصل بيا في التليفون وكيقول لي ابنتي خوك خاصو هادي، ابنتي انا مريض خاصني هادي. انا بحال الا كانوا باغيني غير على الفلوس وصافي. ما نكذبش عليكم، كنت انا هي كل شيء، كنعطيهم كل شيء. داكشي اللي كنوفروا من الراجل كنت كله كنعطيه لبا ولخوتي، واخا هما ما عرفونيش، ولكن كنت كنقول ماشي مشكل. وحتى ديك مرات با اللي كانت ما كتبغينيش وما كانتش كتحملني رجعت كتبغيني، ورجعت انا عندها هي كل شيء. ايوا صافي ما عليناش، دوزنا اسبوع ودازت الامور في امان الله وحفظه. ايوا العام الاول كيف ما كنقولوا كيكون عسل ومن بعد كيولي بصل. ايوا هنا غادي تغير حياتي 180 درجه. كنت قلت لكم في الاول عائلته ما كانوش باغيني، كانت باينه في عينيهم انهم كانوا رافضيني، ولكن هو عمره ما بينها ليا. خصوصا ان خواتاتو البنات ها اللي كانت طبيبه، ها اللي كانت مهندسه، وخوه كان طبيب، يعني كلهم احسن مني انا. ايوا كانوا ناضوا المشاكل ديال مو خواتاتو البنات كانوا كيحرشوا عليا بزاف بزاف بزاف، لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. كان الراجل سمن وعسل، ارجع ما نقول لكمش، عافيه كحله، كيدخل بالنقير وكيخرج بالنقير. عرفتوا والديه ما كانوش ساكنين معنا في نفس المدينه، وكانوا كيجيو عندي مو خواتاتو كل ويكاند، كل جمعه كتلقاهم كاملين عندي، وما كيمشيو بحالهم حتى الاثنين ولا الثلاث، يعني ما كيمشيوش نهار الحد. وهما منين كيجيو هما جالسين وعارفيني انا زعما بنت العروبيه، ديري لنا هادي وديري لنا هادي والشهيوات. ما كينوضوش معايا للكوزينه، ما يهزوش داك الولد الا كان كيبكي، ما يديروا حتى شي حاجه معايا البنات، والله العلي العظيم. ايوا صافي كثروا المشاكل، بقوا تحراش. ما نقول لكمش داك التحراش فين باغيين يوصلوا به، لدرجه ان راجل ولا كيقول لي ما عندكش الحق انك تهضري في الدار. الا بغيت نهضر غير على شي حاجه كيقول لي انا هو مول الدار. وهو الصراحه توقال راجلي مسكين كان مسكنني في فيلا وكان شاري لي الطوموبيل، يعني كنت ماديا ما مخصوصه من حتى شي خير. ولكن المشاكل ديال والديه كانوا اثروا عليا بزاف، وغادي تصدموا في المشاكل اللي كانوا كيديروا لي. وغادي تعرفوا بان الناس اللي كتعاطى للسحر والشعوذه راهم كيكونوا ناس قاريين وكيكونوا ناس واعيين وكيتعاطاو لهذا الشيء. ماشي دائما المراه اللي ما قارياش ولا المراه اللي ما واعياش ولا المراه اللي كتكون مثلا ساكنه في شي بركه هما اللي كيمشيو عند الشواوف والسحاره وعند الفقهاء، وهي البنات وحتى الناس الكلاس وحتى الاطباء والمهندسين والمحامين وحتى ما عرفتي شنو، حتى هما كيمشيو لعندهم. تخيلوا، حياتي تقلبات. راجلي كيدخل بالسبان والمعيور وكيخرج بالسبان والمعيور. منين كنهضر معاه كيقول لي انت ما كتبغيليش امي، ما كتبغيليش خواتاتي. شنو داروا لك خواتاتي حسن منك، يا الدايره يا الفاعله، بدون سبب، بدون سبب. البنات ما نكذبش عليكم، مرضت نفسيا. وليت كنلقى شي حوايج في داري ما نقولكمش، شي حوايج في شكل في وسط بيت النعاس ديالي، شي حوايج كارثيه، شي حوايج مغلفين بحال الحجابات وبحال الكتابات كنلقاهم. وفي هذه البيريود هذه كنت مرضت البنات. كنت مشيت عند طبيب نفساني وليت كندير الرقيه. كنت كنكون غير دايزه حتى كنطيح في الزنقه، كتجيني واحد الدوخه وكنطيح. ضليت غير على الرقيه، عاد حسيت براسي راني مزيانه الحمد لله. تخيلوا يا البنات، كانت كتجي عندي الحمى للدار، كانت كتجلس معايا بعض المرات وما كتبغيش تمشي، كتجلس بالسيمانه وبالجوج. كتقول لي هاد النهار ما طيبيش انت، هاد النهار انا اللي غادي نطيب، سيري خرجي قضي شغالاتك وقضي هادي وديري هادي، ولا جمعي دارك، المهم الكوزينه خليها ليا غير انا. وانا كنت اختكم كيف الحماره والهبيله، كنخرج نطوطح ونشري ونتقضى، كنقول كتهنيني من الشقه ديال الدار وهي كطيب وكدير ليا داكشي في الكوكوط. فوقاش غادي نحصلها يا البنات؟ واحد النهار كنت انا اللي طيبت ماشي هي، قديت شلايض وكلشي ودخلت ندوش على ما يجي ولدها ونحطوا الغدا ونتغداو. صافي دوشت ونشفت شعري، وقبل ما نخرج نعست ولدي وخرجت بشويه لا يفيق. الدوزه اللي غادي ندوز محدا الكوزينه وانا كنشوف الحماقاسه كتجبد بشي حاجه من واحد ميكا كحله وكدير داكشي في الكوكوط. ما نكذبش عليكم، انا فاش داك المنظر تصدمت، والله الا تصدمت. صافي درت راسي بحال الا ما شفتهاش ودخلت لبيتي وبقيت نبكي نبكي نبكي. ايوا صافي نط مسحت دموعي، ما عرفتش راسي باش تبليت. خرجت وجلست وشويه وهو يجي ولدها وهي تقول لي ايوا نوضي حطي لينا داك الغدا. وفي التالي قالت لي صافي غير جلسي انا اللي غادي نوجد. بقيت انا جالسه في بلاصتي وناضت قادت ديك الطبيله نتوما مالي الخير. انا ما قديتش نتغدى،
بقيت غير جالسة معاهم وما كنديرش يدي في الطبلة وكنشرب غير الماء فقط. وهي كتانسيست عليا باش ناكل وكتقول لي كولي كولي يا بنتي، انا ما باغاش ناكل. هو تما الراجل بحال الا دخلوا الشكوك، منين شافني لا انا لا مو ما كليناش. انا كندير السبه حقا ما حقا كرشي ضراني، ومو حتى هي كدير السبه حقا. هاد الماكله جاتني مالحه حقا دايره الريجيم، انا فيا السكر. المهم نط بحالي وخليتهم بجوج، هو مسكين كيضرب داك الماكله على قلبه وانا مشيت نعس بحالي. ما كليت ما شربت ما والو. هادي دوزناها، ولا لهم العجوزه ما بقاتش باغا تمشي لدارها، ولات ساكنه معايا وخدت واحد البيت كتنعس فيه وتصلي وكل شيء. وبناتها كيجيو كل ويكاند كيتبندوا عندي في الدار. ايوا ما نكذبش عليكم، ما بقيتش نقدر ناكل الماكله ديالها نهائيا، ولات هي اللي كطيب في الدار. منين كانت شهى انا شي شيوه ونبغي نديرها، هي كتقول لي لا انا اللي غادي نطيب، انت غير سيري سيقي وجمعي ونشري الحوايج، ولكن الطياب خليه ليا انا. صافي كنت كنخليها طيب حيت ما نقدرش نقول ليها لا، وكذلك وما نقدرش ناكل ماكلتها. واخا كنجلس على الطبله ما كناكلش حتى كنخرج الزنقه، عاد داك الساعات كنمشي نشري داكشي اللي تشهيته. ايوا مشات ايام وجات ايام، وقررت نتحزم لهاد العجوزه المسخوطه اللي كانت باغا تقتلني وانا في قلب داري. جاتني واحد الفرصه اللي زوينه، كان عندها واحد الرونديفو ديال الطبيب، وكان خاصها تمشي للمدينه فين ساكنه فيها هي. ومشات خبرت واحد الاسبوع وعاد رجعت. في داك الاسبوع انا تحزمت ونط، عييت ما نفكر ونخمم ونخطط. قلت الا قلتها لولده ما غاديش يطيقني، غادي يقول لي رديتي امي سحاره يا الفاعله يا التاركه، وغادي يطلقني ويخرجني من الدار. بقيت كنفكر حتى طاحت عليا واحد لاله مولاتي فكره جهنميه. شنو هي انني ندير ليها الكاميرا في داك البيت اللي هي كتنعس فيه. مشيت خليت راجلي خرج، حيت هو كان منين كيمشي للخدمه كيغيب النهار كامل كيجي حتى الليل. جبت تكنيسيان قادت لي الكاميرا غير في داك البيت فقط اللي هي كتنعس فيه، انستالها لي عندي في التليفون ديالي ودرناها في واحد البلاصه اللي مدفونه. يستحيل ثم يستحيل انها تشوفها او تعرفها. بغيت ولدها يعرف الحقيقه، ولكن خاصو ضروري الدليل، يعني خاصني نوريه داكشي هكا يشوفو بعينو عاد يقدر انه يثق بيا. ايوا داز تقريبا اسبوع ويا حماتي تجي. منين جات عاود بدا الفيلم من جديد. ما طيبيش انا اللي نطيب، وما تدخليش الكوزينه انا اللي نقاد كل شيء. كتقول لي غير سيري خرجي تساري شوفي اش ديري، الكوزينه انا مكلفه بها. انا الكاميرا خدمتها ابتداء من النهار اللي جات فيها، كنقيل نتفرج ونشوفها شنو كدير. ما كدير حتى حاجه من غير انها يوميا منين كتجي طيب كتهز شي حاجه من ساكا وكتمشي للكوزينه. الكوزينه ما يمكنليش ندير فيها انا الكاميرا، الكوزينه كلشي كيدخل ليها، راجلي هي الا جا عندنا شي حد خفتي يحصلوها. اما في بيتها هي مرة كبيره ما غادي تدي ما غادي تجيب. هنا بقيت كنفكر وكنقول ويلا شافها غادي يقول تقدر تكون كتجبد غير شي حاجه كيفاش درتي ليها. المهم يا البنات واحد النهار خليتها حتى طيبت ومشات تجيب داك العجب، وانا نغامر وصورتها فيديو من التليفون ديالي. صورتها مشات لبيتها وهزت داك الطويصه وكتخوي ديكشي في الكوكوط. ما نقولكمش شحال كتخوي والعجب. ديك اللحظه كرهتها لواحد الدرجه ما تصوروهاش. وهنا صافي خاصني نقولها لراجلي، خديت واحد القرار خاصني نقولها له. بغا يطيق ها هو عندي الدلائل، ما بغاش يطيق صافي نتفارق مع هذا الراجل، لانه ما يمكنليش نبقى ناكل ديكشي. صافي غادي نمرض انا في صحتي. جا واحد الويكاند وهزت حوايجها ومشات لدارها. في ديك الوقيته شديت انا راجلي، وكان الزوج ديالي مرض بالمعده، مرض يعني واحد المرضى خايبه نسيت ما قلتهاش لكم، وديناها للطبيب كنجلس عليها شي 12 يوم. المهم جلستو وقلت له بغيتي تعرف المعده ديالك منين مرضات؟ قال لي شنو؟ وانا جبت له الفيديوهات، جبت له الفيديو ديال الكاميرا ديال مو اللي في البيت وشنو كدير، وجبت له الفيديو ديال الكوزينه ديال مو اللي صورتها، وقلت له ماما كتحط لنا ديكشي في الكوكوط. ايوا يا البنات ما غاديش نقول لكم ديك الساعات نهاري كحل ما فيه ضو، ما خلى لي ما قال لي، بقى له غير الضرب اللي ما ضربنيش. كيفاش نتي ديري الكاميرا في البيت ديال ماما؟ السيد ما كيهضرش على السحور، كيهضر غير على الكاميرا. كيفاش نتي تصوري لي امي؟ قال لك داكشي اللي كديروا ولا لا يمكن يكون غير شي نكهه اولا شي عطريه كتزيدها مو في الطياب. قلت له لا، امك راها كتسحر لينا، امك باغا تفرق لينا الشمن انا وياك، وها المرضى اللي مرضتي. قال لي علاش انت ما مرضتيش بالمعده وغير انا اللي مرضت؟ انت اذا اللي كديري لنا السحور. قلت له انا ما كناكلش ماكلتها من نهار حصلتها ما بقيت ناكل ماكلتها. قال لي كيفاش ما كتاكليش ماكلتها وانت كتجلسي معنا في الطبله؟ قلت له غير كندير راسي كناكل، ومنين كنخرج الزنقه راني كناكل.
ولكن أنا هاد الشي عييت منه، دابزنا أنا وياه وقال لي صافي من هاد النهار أنا وياك ما بقى بيناتنا عشرة وما بقى بيناتنا حتى حاجة، صافي غادي نتفارقوا وغادي نعطيك حقوقك وبعدي مني بنت الناس. ما كاينش انا المراه اللي تجي تقول لي امك سحاره وامك فاعله وامك دايره. ايوا صافي الفيلم كبر بيناتنا بزاف البنات. انا هزيت حويجاتي وما عنديش فين نمشي. راكم عارفين الوالد ديالي فين كان ساكن. كنت جامعه واحد البركه مشيت كنقلب على الكرا ومشيت في الاول عند دار عمي وعلى ما لقيت دويره الكرا وفعلا لقيتها. ودار عمي ما خلاونيش نكري، قالوا لي جلسي معنا معززه مكرمه حتى نشوفوا هادشي فين غادي يخرج. صافي جلست عند دار عمي وكبرات بيناتنا المشاكل. وواحد النهار حتى كنتفاجئ بالحما جايه لعندي حتى لقلب دار عمي كتعاير وكتشاطي كيفاش انا رديتيني سحاره، كيفاش انا كنتي كتصوريني في قلب دار ولدي، ما حشمتيش يا الدايره يا الفاعله. ما خلات ما قالت يا بنت العروبيه حنا جبناك وبدلناك ودرنا لك وفعلنا لك. ما خلاتي البنات ما قالت سباتني. انا ما كنجاوبهاش. انا كنت في واحد الحاله اللي العالم بيا غير الله. انا ما كنتش باغا نطلق من راجلي حيت كان كيعاملني زوين. حتى جات مو جلست معنا في الدار وعاد تخلقوا المشاكل. قلت لها شوفي الله يخليك انتينا اذيتيني بزاف، انا ما غاديش نجاوبك احتراما لهذا الولد اللي بيني وبينكم. هذا راه ولد ولدك، انا راه غادي نتفرق على ولدك غير بعدي مني. بقات كتسب بقات كتعاير. قالت لي شوفي الا درتيها في النساء لا تنساها، انا غادي نوريك، انا غادي نخرجها منك وغادي ندعيك علاش انت تصوريني وعلاش ديري لي. وفعلا حتى ولدها قال لي غادي ندعيك وغادي تعاقبي بهذه الجريمه الالكترونيه اللي درتي. الصراحه فاش قالها لي هكا خرج من قلبي وما بغيتش نكمل معاه. المهم بدينا في الاجراءات ديال الطلاق، مشينا شحال من جلسه وحاولوا انهم في المحكمه انهم يصالحونا، ولكن انا كنت رافضه الصلح لانه جرحني بزاف. وحتى هو كان رافض الصلح لان مو عنده هي كل شيء، مو اللي شي حاجه اللي مفضله. السيد كان باغي ياخذ ليا الولد ويقول لهم هي ما خداماش وما عندهاش الدار. وفعلا فاش مشيت سولت قالوا لي الا كنتي ما خداماش وما عندكش فين تجلسي وجالسه غير عند العائله ربما غادي يدي لك الولده ديالك. المهم بقات لينا الجلسه الاخيره. ديك الساعه تدخلوا العائلات، تدخل العم ديالي والزوجه ديالو ووليداتو كانوا كيتواصلوا مع الزوج ديالي وبدا كيجي للدار وكيقول لهم انا ما سخيتش بولدي، انا ما سخيتش بيك وما نقدرش نتفارق معاك. وفي هذه الاثناء انا كنت مرت ومشيت للطبيب ولقيت راسي حامله للمره الثانيه. فاش سقط الخبر انني حامله ما نكذبش عليكم ما حملت ما قبلت. يا ربي لما تسمح لي كيفاش انا غادي نطلق وانا حامله بالولد الثاني؟ ما يمكنش هادشي. يقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد. هذيك الحباله الثانيه هي اللي غادي تجيب لي الصلح بيني وبين الزوج ديالي. الحمد لله تصالحنا، ولكن انا شرطت عليه شرط واحد، هو ان حماتي ما تجيش لعندي للدار. تجي عند دار ولدها ولكن ما تجلسش معايا 3 ايام ولا 4 ايام، تجي تشوف ولدها وتمشي. كان هذا هو الشرط الواحد. في الصراحه الزوج ديالي قبل بالشرط ديالي ما نكذبوش على الله. ايوا هادشي حدا في الاول، من بعد ولات كتجي ورجعنا لنفس المعاناه. ولكن ما عندي ما ندير، صابره على ولادي وصافي. ومره مره كنحضر منها. كتمنى القصه تكون عطاتكم واحد العبره انكم تحضروا راسكم وانكم ما تبقاوش تقولوا غير الناس الفقراء هما فقط اللي كيتجهوا للسحر. والله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. كنتمنىو تخليوا لصاحب هذه القصه تعاليق واش القرار اللي خدات هو صائب او غير صائب. المهم حاولوا انكم تعاطفوا معها وقولوا لنا الاراء ديالكم لتحت لصاحبه القصه. وغادي نقول لكم بسلامه عليكم وكونوا للياتي حارات وقادات براسكم وبرجالاتكم، وان شاء الله حتى نتلاقاو في قصه قادمه. تحياتي.